كان فيها صعوبات في الاول؟ لا ما كانش فيه صعوبات بصراحه. انا كنت اول يوم بدات الكريب كان اول يوم كانوا كريبتين او 3. بعد كده الموضوع بدا يزيد معايا بقى، وبدا يعجب الزباين، وبدا ده يقول لي ده لحد ما ربنا ييسر لي الحال وبقى الكل يشتري مني. طيب انت ايه انواع الكريبات اللي انت بتعمليها والاسعار مقارنه بالاماكن اللي بره؟ يعني الكريب برضه يعتبر اكله جديده علينا، مش منتشره طبعا في مصر قوي، مش كل الناس تعرفها، ومشهوره بالسوريين اكتر. بعمل كريبات فراخ، بانيه، بطاطس، كوردون بلو، شيش، فاهيتا. بعمل ميكس في تركي مدخن. بعمل جميع انواع الكريبات. يعني كل انواع الكريبات كانك في مطعم. طيب الاسعار مقارنه بقى بعد ارتفاع الاسعار في الفتره الاخيره، اول كريب فاكره كنت عملتيه من 5 سنين كان ثمنه كام؟ انا كنت بعمل البطاطس كان ب 15 جنيه، دلوقتي غليتها بقت ب 10، بقت ب 20. البطاطس اول ما بداتي كان ب 15 من 5 سنين. بعد دلوقتي بقى بعملها ب 20. ب 20. والفراخ؟ الفراخ بعملها ب 65. كوردون بلو بعمله 65. الشي بعمله ب 80. الميت بعمله ب 90. الكريسبي بعمله ب 55. دي الاسعار اللي انا ثابته عليها كلها. تمام. طيب اللي بيتواصل معاكي ازاي؟ وهل الشغل دلوقتي بقى كتير وعندك خدمه توصيل ولا لا؟ الحمد لله بقى عندي خدمه توصيل، وناس كتير بتتصل بيا وبتطلب مني اوردرات. بتطلب منك اوردرات؟ طب قولي رقمك كده وقولي. 010 33 8 66 108. تمام. طيب اللي بيطلب مثلا انت عندك توصيل في كل مصر، في كل القاهره؟ طيب الاوردر بياخد قد ايه وقت عشان يوصل للزبون؟ يعني مش هيكمل ان شاء الله نص ساعه. نص ساعه؟ طب الاوردر يعني بتعمليه والدليفري بيوديه في نص ساعه ان شاء الله. لو في المكان بعيد يبقى ساعه عشان طبعا. طيب عايز اقول لك ايه اكتر تعليق سلبي جالك من الاهالي في المنطقه او من حد خد الاكل ومثلا ما عجبوش، وايه اكتر تعليق ايجابي جالك من الناس حواليك؟ لا ما جانيش تعليقات سلبيه بصراحه، كان كله بيشجعني. التعليقات الايجابيه كلها كانت دعاء. اكتر حاجه كانت عجباني الدعاء، ان كل كان بيدعي لي. كل الناس كانت بتدعي لي. طيب جوز حضرتك قال لك ايه لما فكرتي تعملي كده، وهل كان داعم ليكي ولا لا؟ كان داعم ليا. جوز حضرتك بيشتغل ايه؟ طيب الشغل نفسه، الشغل قدام النار وعندك 4 ولاد، بتواظبي ازاي ما بين شغلك وشغل البيت ومسؤولية البيت وطلبات ولادك؟ بخلص اللي ورايا كله الصبح، وبعد كده بنزل اشتغل بقى شغلي. يعني انت الصبح بتشتغلي شغل البيت وطلبات بيتك وولادك؟ وبعد كده بقى من الساعة 5 لحد الساعة 2 بتبداي شغل الكريب. طيب ولادك اعمارهم قد ايه وهل بيساعدوكي ولا لا؟ عندي توأم 18 وعندي 15 وعندي اللهم صل على النبي. ايه يا حبيبتي؟ فكه؟ لا مش يعني. لا مش معايا والله. تمام. تاني معلش. ولادك 18 و15 و8. في حد منهم بيساعدك او؟ كلهم بيساعدوني. طيب